الفقر مش قدر ومكتوب، لكن كمان الغنى مش صدفة. الغنى بيحصل لما تعمل حاجات معينة بطريقة صحيحة وكمان تستمر فيها وقت كفاية. في الفيديو ده هنتعلم خطة من 5 مراحل عملية تطلعك من الفقر وتوصلك لحياة كريمة مهما كان دخلك بسيط أو ظروفك صعبة. مستعد؟ يلا بينا. المرحلة الأولى وأهم مرحلة، الخروج من دوامة الفقر. أول وأخطر مرحلة هي إنك توقف النزيف. قبل ما تفكر تكسب لازم تمنع الخسارة اليومية اللي بتحصل من غير ما تحس. اعمل الآتي فورا: اكتب كل مصروفاتك لمدة شهر كامل، كل حاجة مهما كانت صغيرة. بعد الشهر ما يخلص راجعها واسأل نفسك الأسئلة دي: إيه اللي ممكن أستغنى عنه؟ إيه اللي مش بيديني قيمة حقيقية؟ غير كده قلل مصاريفك بنسبة من 10 ل 20% على قد ما تقدر. لما تعمل كده انت فعليا بتكسب أول دخل جديد ليك، ودي عبارة عن الفلوس اللي انت كنت بتضيعها من غير سبب. المرحلة التانية، خلق دخل ثابت ومستقر. الفقر يبدأ من عدم الاستقرار، يعني لو يوم في دخل ويوم لأ دي مشكلة. عشان كده أول هدف لازم يكون دخل ثابت يغطي الأساسيات. لو انت بتشتغل شغل حر ركز على بناء دخل شهري متكرر مش بالشغل العشوائي. لو مرتبك قليل دور على عمل إضافي في نفس مجالك أو في الحاجة اللي انت بتفهم فيها. طب لو ما عندكش مهارة تقدر تاخد كورس أونلاين في حاجة فيها طلب زي التصميم، التسويق، الموشن أو الدعاية والإعلان بصفة عامة، وطبعا البرمجة. بشكل مبدئي ده هيجيب لك فرص عمل أفضل. الهدف هنا بسيط: تأمين مصدر واحد مضمون للمعيشة عشان تقدر تبدأ الاستثمار وانت مش خايف. المرحلة الثالثة، تحويل الفائض لرأس مال صغير. بعد ما تقلل مصروفاتك وتثبت دخلك، الفلوس اللي هتفضل معاك هي بذرة الغنى. ابدأ بالادخار زي ما قلنا من 10 ل 20% من أي فلوس تدخل جيبك، حتى لو بدأت ب100 جنيه في الشهر. المهم الالتزام. بعد 3 شهور هتبدأ تلاحظ إن عندك مبلغ بسيط تقدر تشتغل بيه. ساعتها هيكون عندك 3 اختيارات ذكية. أولا، تقدر تستثمر في نفسك، زي إنك تاخد كورسات تنمي فيها مهاراتك وتطور مستواك، أو إن أنت ممكن تكتسب مهارات جديدة أصلا. غير كده ممكن تشتري أدوات لشغلك اللي أنت شغال فيه حاليا. 2. استثمر في مشروع بسيط زي إعادة بيع منتجات على الإنترنت أو الفريلانس بشكل عام. 3. استثمر في أصول مالية صغيرة زي الشهادات، صناديق الاستثمار، أو أسهم لسلع معينة أو في شركات معينة. القاعدة الذهبية هنا إن أنت ما تسحبش أو ما تستخدمش الفلوس دي لأي سبب استهلاكي، هي دي اللي هتفتح لك الباب الحقيقي للغنى. المرحلة الرابعة، تنويع مصادر الدخل. الفقير دايما بيعتمد على مصدر دخل واحد، لكن الغني عنده أكتر من نهر داخل بيته. لما يكون عندك دخل ثابت لازم تبدأ تبني تاني وتالت ورابع. عندنا أمثلة عملية لده. لو أنت بتشتغل موظف تقدر تشتغل شغل تاني بعد الظهر فريلانس بنفس المهارة. طب لو عندك مشروع صغير تقدر تعمل قناة على اليوتيوب أو صفحة على الفيسبوك تروج فيها وتسوق فيها لمنتجاتك. طب لو أنت عندك رأس مال بسيط استثمر في حاجة يكون لها عائد شهري، بس ابعد عن المضاربة والقمار. الهدف هنا ان انت تقدر توصل لمرحلة ان لو في مصدر دخل وقف الباقي يقدر يشيلك. الاستقرار الحقيقي ان انت ما تعتمدش على مصدر دخل واحد. المرحلة الخامسة والأخيرة اللي فيها التحول من الدخل النشط إلى الدخل السلبي. دي المرحلة اللي فيها الفرق الحقيقي بين الغني والإنسان الفقير. الإنسان الغني مش بيقضي حياته ويشتغل، لكن هو بيبني أنظمة وأصول تجيب له فلوس حتى وهو نايم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت ممكن تشتري أصل زي أسهم أو صناديق أو حتى قناة يوتيوب. الأصل ده يولد دخل شهري من غير ما تبذل مجهود مباشر. كل أصل بتبنيه أو بتشتريه بيقربك من الحرية المالية. كل ما يزيد عدد الأصول هيقل اعتمادك على الشغل اليومي. في نهاية الحلقة لازم تبقى فاهم الكلام ده كويس، إن الغنى ده مش حلم بعيد، لكن هو رحلة ب5 مراحل. أولا، توقف النزيف المالي. 2. تبني دخل ثابت. 3. تدخر وتكون رأس مال. 4. تنوع دخلك. 5. وآخر حاجة تبني أصول تشتغل مكانك. هو ده الطريق الحقيقي للغنى. ابدأ من أول خطوة. الفقر مش حالة، الفقر مرحلة. اللي بيفرق بين اللي بيطلع منها واللي بيغرق فيها هو اللي بياخد خطوة النهاردة مش بكرة.
لو الفيديو عجبك ادعمنا بلايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا.